هو انت اللي حماتك كانت بتعمله فيكي جايه تطلعي عليا انا ولا ايه؟ لا والله هي دي عيشتنا، عاجبك مش عاجبك مع السلامه. نعم يا اختي. زي ما سمعتي. عارفه لو نطقت الكلمه دي تاني هعمل فيكي ايه؟ لا هتلاقيه بيزغرط على خدك يا سعاد. ازاي تقولي لي الكلام ده؟ هو بيتك ولا بيت اخويا؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ ده انت اللي شكلك اتجننتي، فوقي لنفسك كده يا ماما. لا انا فايقه يا حبيبتي، ودي بيت اخويا. الفيلم ده مشكله. انا بعشقه. ايه ده؟ شوف مين بيخبط. اديني الريموت انا بقى. شمس تعالي خش. ادخلوا عند خالكوا يلا. هو اللي باقي لنا. خش بس في ايه؟ تعالي خش. يا سعاد في ايه يا بنتي؟ خش اقعدي. في ايه اللي فين؟ انا حصل؟ زهقت من جوزي وامه القرشانه. تعالى يا حبيبي، خلي خاله يقعد. تعالوا اقعدي يا حبيبي. ايه اللي حصل طيب؟ انا اتخنقت وزهقت وما عدتش اروح البيت ده تاني. الوليه ماسكاني، قومي اعملي قومي ودي ومرمطون في البيت يا اخويا. وجوزي عامل زي شورتها، اسمها كلام امي ويبرقلي ويعمل ومددوا عليا وشدوني من شعري وبهدلوني. جبت العيال وجيت. احسن ان انت سبتها لهم، هم اصلا ناس ما عندهمش ذوق ولا يعرفوا التقدير اصلا. انا حلفت عليهم اصلا اخر مره اني ما اخش لها البيت. انا عارفه انت حلال. لا اله الا الله محمد رسول الله. خليكي قاعده، اديكي قاعده في بيت اخوك. اخويا طبعا. بس اقعد انا وعيالي في بيت ولما اخويا. يبقى راجل بقى يبقى يجي ياخدها من ايوه هو عندي مش هنا. راجل. ايوه هو مش راجل صدقيني. طالما ماشي ورا كلام امه مش راجل. انت ما تعرفيش الناس دي. جوه انت واختك يا انت ما تعرفيش الناس دي، انا اعرفهم اكتر منك. ايوه انت بعشرهم. الكلام اللي انتوا بتعملوه ده قدام العيال. اسكتي ما هم عارفين كل حاجه وشايفين بعينيهم. عندك كلمه حلوه قولها، ما عندكش ما تقولش يا احمد وخلاص. هدي الدنيا. مش هترجع لما يجي هنا انا مش هرجع يا سعاد. انت عايزه نمشي يا سعاد من هنا انا وعيالي؟ خلاص قومي يا حبيبتي غيري هدومك. على العموم انت في بيت اخوك، يعني طبعا. بيتك انت وعيالك. ربنا يلا قومي يخليك يا غيري، أخويا يلا ولا قومي كلهم يحرمنا انت منك وعيالك. ابدا. ربنا يلا يصلح حالك يا رب. قومي. تعالى انت واخت. حول ولا قوة الا بالله العلي هي العظيم. تنور الدنيا كلها، بس ما تعصبهاش اكتر ما هي متعصبه وشايله منهم. حاول تهدى شويه وتتعامل مع الامور بهداوه اكتر من كده. الناس دي قلة الذوق قوي يا سعاد، انت ما تعرفوهمش. ما شفتيش القعده الاخيره اللي انا كنت قاعده معاهم؟ ما بيكبروش حد. خلاص بقى عشان عيالهم برضو حرام بقى. لو العيال مش موجوده ماشي. ما هو ده لو راجل جدع ما كانش نزلها بعيالها كده يعني اقول لك ايه بس. يلا بس خلاص انا اخش اهديها. استغفر الله العظيم على حرقه الدم دي يا رب. ايه ده اسكت كده. تعالى كده. انت ايه اللي بتعمله ده يا شمس؟ انت يا شمس. ايه صوتك عالي ليه كده؟ هو ايه اللي صوتك عالي ليه؟ المغرب خلاص اذن وعيالك بصي دهولوا لي الدنيا. عيالي بهدلوا الدنيا؟ حبيبه قلبي ماما وحشتيني. فضلت نايمه طول النهار، كنت تعبانه من قرف ابوك وستك. قلب الماما يا ناس. لعبتوا حلو؟ انا بقول لك عيالك دهولوا لي الدنيا، انا مش بقول لك دلعيهم على فكره. ما عشان انا كنت نايمه من بدري ولسه صاحيه ما شفتهمش طول النهار. عادي يا سعاد، عادي يا حبيبتي. عيال يا ماما، عيال براحتكم. بيت خالكم وانتوا حرين فيه. انا هتعمل لنا فيها ست البيت ولا ايه؟ ده احنا قاعدين هنا ستات البيوت والدنيا حلوه. خلاص اهي. ايه اللي حصل؟ قلب الماما انت براحتك يا بطل يا صغير انت. لعبت على الكمبيوتر؟ روقت الدنيا كده؟ حطيت لكم اكل ولا نفض؟ كلتوا؟ طيب هدخل بقى اعمل لي واحد كابتشينو كده ولا اي حاجه عشان اروق. وبراحتكم. بيت خالكم. يلا. لما يجي احمد بقى يشوف لي حل مع اخته وعيال اخته اللي كل شويه يدهولوا لي الدنيا دي. لما يجي. ايه يا بنتي في ايه مالك؟ بتكلمي نفسك يا سعاد ولا ايه؟ اتجننت خلاص. اختك وعيالها جننوني. ايه اللي حصل بس ده كله؟ في ايه؟ نايمالي لحد المغرب واجي اصحيها عشان عيالها دهولوا الدنيا. قايمه تدلع عيالها وخليني انا ايه بولع بجاز كده على الدنيا اللي كانت متدهوله دي. طب خلاص يا سعاد، ما اديكي قلتي عيال يا سعاد. ما انا مش قادره استحمل. انا مش قادره استحمل. بدل ما تقول لهم عيب ما تدهولوش الدنيا، العبوا وانتوا كده في هدوء، تشجعهم على الغلط. هم ضيوف عندنا نستحملهم لغايه ما جوزها بس يجي ويراضيها ويتكلوا على الله. يا رب بقى يراضيها بقى ويريحني عشان انا بصراحه تعبت. طب اهدي يا حبيبتي، اهدي بقى وروقي بقى خلاص بقى. ماشي نشوف اخرتها. يلا قومي اعملي لقمه كده بس وروقي. يلا بقى يا سعاد.
ربنا يهدي لك الحال يا اختي وتروحي على خير. صباح الخير يا قلبي. صباح النور يا شمس. اقول لك على حاجه، النوم هنا متعه، بحس ان انا مرتاحه نفسيا وجسديا، وبصي مش عارفه اوصف لك الراحه اللي انا فيها بصراحه. ربنا يريحك دايما يا رب. انا وانتي يا حبيبتي. ما عملتش فطار؟ لا انا فطرت، لكن انت بتصحي متاخر فقلت افطر انا. هبقى عايزاني اجهز لك الفطار اقوم اجهزه لك طب عادي. العيال اكلوا معاكي ولا ما اكلوش؟ عيالك نايمين بس. برضو والله بيحبوا العيشه الهنا زي امهم، هنعمل ايه بقى؟ ربنا يهنيك. طيب يا حبيبه قلبي، بالنسبه لانت ما عملتش فطار، انا اول ما بصحى من النوم انا وعيالي بناكل بيض. مفيش بيض يا شمس، اعمل لك اللي موجود. جيبي بيض يا قلبي شمس. ايه المشكله؟ السوبر ماركت تحت هتشتري. ايه اللي حصل؟ في حاجه يا سعاد؟ نعم. نعم الله عليك. في حاجة؟ انا هي لو على البيض امر خلاص اعمل لك بيض. طيب عادي يا مفيش حبيبتي، مشكلة. هدخل اخد شاور كده لذيذ. طبعا عندك شاور وشامبو وحاجات جوه. عندي يا شمس. على السريع كده بالله عليكي بسرعه، عشان انا قايمه بطني بتصوصو، ويكفيك الشر الواحد لما يكون نايم وقايم جعان. ربنا يسد نفسك يا بعيده، من ادمى مستفزه. والله ما انا عامله لها بيض ولا حتى جايبه بيض. مالك يا شمس؟ بصراحه من ساعه ما جيت حاسه بملل، حاسه بوحده، وانا في وسط اخويا وعياله ومراته، حاسه بوحده. عايزه اخرج خروجه حلوه. مش كفايه الاكل اللي انت بتعمليه على مزاجك وما بيعجبنيش اصلا. ايه القرف ده؟ قومي يا شيخه نلبس كده ونخرج. قرف؟ على فكره بقى الاكل اللي انا بعمله ماشي على ظروف جوزي. وتاني حاجه، انت مش عاجبك عيشتنا في ايه يا شمس؟ ما بناكل وبنشرب، انا ظروفنا ما تسمحش للخروجات والكلام ده. ليه؟ انا بقالي قد ايه عندكم؟ ما خرجتونيش حتى مره واحده. نخرج يا ستي، مش لازم نقعد على كافيه ولا نشتري ولا ناكل ولا نشرب، نشم الهوا، نشوف ناس جديده، الناس تشوفنا. في ايه؟ انت ما عندكيش دم؟ المفروض انا قاعده معاكي، المفروض تخرجيني. هو انت اللي حماتك كانت بتعمله فيكي جايه تطلعي عليا انا ولا ايه؟ لا يا والله حبيبتي. هي دي عيشتنا، عاجبك مش عاجبك مع السلامه. نعم يا اختي. زي ما سمعتي. عارفه لو نطقت الكلمه دي تاني هعمل فيكي ايه؟ لما هتلاقيه بيزغرط على خدك يا سعاد. ازاي تقولي لي الكلام ده؟ هو بيتك ولا بيت اخويا؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ ده انت اللي شكلك اتجننتي، فوقي لنفسك كده يا ماما. لا انا فايقه يا حبيبتي، ودي بيت اخويا، اقعد فيه زي ما انا عايزه واكل اللي انا عايزاه، ولو عايزه اخد عيالي واخرج وهاخدك غصب عنك يا سعاد وهتخرجي معايا. الكلام ده عند جوزك مش عندي. في اي حته يا حبيبتي. يا احمد انا بقى هقول لجوزي على اللي انت بتعمليه ده. ماشي، ما نشوف اخويا هيوافق عليكي ولا سامع على. كل حاجه ومش عاجبه المهزله اللي هو سامعها. يا الا ترمي تخرج كلام على مين؟ وتاكل اللي على مزاجها، يا الا عيشتنا مش عاجباها. صراحه دي بقت عيشه تقرف من ساعه ما انت ما جيتي. والله؟ والله. خلصتوا؟ يا احمد انا بقول لها يا احمد عايزه هو اخرج. انت بيتك اتخرب، عايزه بيت اخوك كمان هو يتخرب هو كمان؟ مش مراعيه الظروف اللي الواحد فيها. ما انت اخويا عارفة بيتكلم إن أنا- على فكره، خلاص اقطمي بقى. انت إيه ده؟ عارفه انا لسه عريس جديد ولسه ظروفنا على قدنا، بدل ما انت اللي تقولي لها امشي على ظروف اخويا وخلي قلبك عليه. طب انا ما قلتلهاش انت اللي اديني بتيجي عليا. حاجه، انا ما قلتلهاش اديني، بقول لها نخرج، مش عايزين نشتري ظروفنا حاجه، مش سامحه. مش عايزين نشتري، نخرج نشوف الشارع، نشم شويه ما هوا انت مش كده يا عاجبك احمد. اكلها. خلاص بقى يا احمد، كلمتين وقلتهم وخلاص، مش تمسكني على الواحده. هي عايزه تخرج، أنا بديها ما تروحي بيت جوزك المصروف ويخرجك وهي يا حبيبتي. بتمشي على بيت قد جوزي؟ ظروفها. ايوه. يعني انت دلوقتي دي تاني مره تقوليها من ورا اخويا وقدامه روحوا بيت جوزك؟ ما انت مش عاجبك عيشتنا. حتى لو مش بقول لك عاجباني يا انت ما شمس. تقوليش كده. شمس. اخويا نعم يا احمد. بيتك اولى بيك يا شمس. بيتي اولى بيا؟ ايوه، انت جايه تخربي عليا. يعني انت ماشي ورا كلام مراتك؟ لا انا مش يعني هي بتقول لي لمي هدومك وخدي عيالك وامشي، وانت بتطبق على كلام يا احمد؟ هي اللي قلبها على اخوكي وانت قلبك مش على اخوكي. اخس عليك يا احمد، ما كنتش اتخيل ان انت تقول لي الكلمه دي والله العظيم، ومن غير ما انت تقول ولا هي تقول، واحس ان انا تقيله على قلبك وانا هلم هدومي واخد عيالي وامشي. يا مودي يا حبيبه تعالوا كتر خيرك يا والله احمد. انت حره. كتر خيرك يا احمد، كتر خيرك، وبقول اخويا وظهري وسندي ومع مراتك عليا، كتر الف خيرك. يلا. لا استني، هو يوديكي بيت جوزك ده ما تروحي. لا يا اما انا هروح لوحدي، ولو حطوا جابوا التين كده على دماغي يا سعاد هستحمل عشان مرات اخويا الطيبه. كتر خيرك يا ابن امي وابويا. يلا يا من غير هدوم، يلا هنمشي كده اهو. ماشي يا اخويا ماشي، يلا حضروا الهدوم وابعتوها لنا. انت حره، عمل فيك اللي
هناك. انت جاي عايز تخرجي بيت اخوكي بدل ما تحمدي ربنا وتقولي لها يا انت امشي على ظروف اخويا، انت اللي جايه تحطي عليها. خلاص يا احمد، خلاص يا احمد عشان الناس. انا مش عارف. خلاص هي ربنا يهديها، هي ما اعرفش طالعه نمروده ليه كده. ربنا يهديها عشان خاطر عيالها.